السلام عليكم متتبعيني الأعزاء، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي في أحسن الأحوال. كيف ديما تنقول وصفة وقصة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، لا الفكرة ديال القصة ولا الفكرة ديال الوصفة اللي كنحط. بالنسبة للقصة ديال اليوم، كسائر القصص يعني اللي كتمسنا كيف تنقولوا، اللي مولاتها كتبقى فينا، لان بنادم ما كيجي يشكي لك قصته ولا يعاودها لك الا وانه صافي وصلت فيه الحد. بالنسبه لهاد السيده اللي غادي دابا اللي غادي تسمعوا ليها، هي مسكينه عاشت يتيمه، واليتيم واخا ما عرفتش دير ليه كيبقى ديما عنده داك الاحساس بانه يتيم. واخا تعطيه الخاطر، واخا تعطيه الحب، واخا تعطيه اللي بغيتي تعطيه، كتبقى عنده ديك تيبقى ديما حساس من هذيك الناحية ديال راني غير يتيم، كيشوفوني غير يتيم، حاقريني غير يتيم. يعني كتبقى ديما عندك ديك الحساسية ديال انني يتيم. وراه بالناس اللي عاشوا هاد القضية ديال اليتيم راه غيعرفوا غيعرفوا هاد الاحساس. يعني واخا كيعطيونا اللي بغاو يعطيونا، انا نهضر على راسي، واخا كيعطيونا اللي بغاو يعطيونا، واخا يعطيونا الخاطر، واخا يتهلاو فينا، واخا مهم ديما كان ابسط حاجه الا كانت بيننا وبين وليداتهم ولا شي حاجه، غنقولوا لا، راه حيت حنا اليتيم، حيت انا يتيمه، هادشي علاش عاملوني هكا، حيت انا يتيمه. وبالنسبه لهاد البنت عاشت يتيمه بصح نيت، يتيمه الاب. واخا عندها ميمتها وميمتها تزوجات وولدات وليدات اخرين وداتها معاها وكبراتها وقراتها، وهداك السيد اللي هو راجل امها انا تقبلها وكبرها وعاشت معاهم. ولكن بقات عندها واحد كتحس براسها انها تشمتات من باها، من امها، وهاد الاب اللي رباها، ومن خوتها اللي جمعات صرفاتو على خوها باش يقرا، على اساس انه غادي يرد ليها داك المبلغ اللي صرفات عليه. وكتعرفوا التعليم العالي، يعني شي واحد اللي كيكون كيقرا شي حاجه، تبع شي حاجه زوينه، راه ضروري ملي كيصرفوا عليه والديه شي مبلغ يكون نيت صحيح. وبالنسبه لهم همايا بانت لهم هي فيها، لان هي كتقول كان مفروض راجل امي هو اللي يهز هاد الكريدي ويصرف على ولده. ولكن هما تاني ملي جاو يفكروا بيناتهم تيقولوا علاش تصرف هي ما عندها حتى شي مسؤوليه، ما عندها حتى شي حاجه. يعني هي اللي تهز الكريدي وهي اللي تصرف. وبصح نيت هي هزات الكريدي وصرفت على قراية خوها وكملت ليه قرايته وكل شيء. هذا على فكرة وحدة انها نهار خوها غادي يخدم غادي يرد لها فلوسها. ولكن للأسف خوها نهار كبر ونهار خدم ونهار كمل، فكر انه يبني حياته، فكر انه يتزوج، فكر انه يدير مستقبله. ملي جات هي تقول ليه خويا راه ما رديتيش ليا دوك الفلوس باش قريتك، قال لها انا داك الشيء بينك وبين امي، ماشي انايا، انا ما قلتلكش ديري عليا حتى شي حاجه. وكتبقى مسكينه كتحسر، كتقول شوف انا ما تزوجت، ما درت حتى شي حاجه، بقيت هازه الهم لذاك يومنا هذا، انا بقيت نخلص في هذاك الكريدي، وخويا كمل قرايته ودار مستقبله، وخوتو اخرين خدموا، وانا بقيت معلقه في هذا الشيء. نتوما في نظركم الا كنتو في بلاصتها كنتو تقدروا انكم ديروا كريدو على خوتكم باش يديروا مستقبلهم؟ واخا هي راه اجباري عليها، راه ماشي بخاطرها اختارت، يعني راه هما اصروا عليها انها دير هاد الخطوه. نتمنى تعطيونا الاراء ديالكم اللي تسمعوا القصه ديال هاد البنت، وقولي ليها نصحوها باش ما سخاكم الله، نصحوها عطيوها افكار، لان هي كتفكر ان شاء الله ملي غادي تسالي هاد الكريدي، وحتى انا كنأيده في هاد القضيه، انها دير البارتما ديالها ولا دير شي محل اللي يعاونها، اللي يرد ليها باش تخلص الكريدي ديال البارتما ديالها وتستقر فيها. ولا جاب لها الله شي ولد الحلال تزوج به وتكمل مع حياتها ان شاء الله يا ربي. نتمنى تفاعلوا معنا في القصة الى عجبتكم ان شاء الله.
تيتمت كانت عندي عامين، ما عقلش على با، شفتو غير في التصاور. الام ديالي بطبيعه الحال من بعد واحد شويه د الوقت عاودت حياتها، تزوجات بواحد السيد ولات معاه 4 الوليدات. كبرت في ديك العائله وي كنت ديما انا المحقوره و بزاف د الحوايج، لان هذاك السيد اللي في الدار ماشي الاب ديالي، ما كانش كيعاملني خايب خايب خايب، ولكن كنت كنشوف هذاك الفرق ما بيني انا ووليداته. كبرت بغيت نقرا، بغيت نبدل الوضع ديالي، وفعلا قريت، خديت لا ليسونس في ليكونومي. من بعد خدمت في اي خدمه تخطر لكم على البال، حتى لقيت الخدمه المناسبه، توظفت الحمد لله. المشكل ديالي غيبدا ملي انا توظفت، ف كان ندخل واحد المره من الخدمه، كنلقى راجل الام ديالي والام ديالي جالسين، من بعد انني كنعاونهم، يعني كنشد واحد الصالير، كنحط واحد شويه على جنب، وواحد شويه كنعطيه ليهم، وكنتهلا في راسي، كنكسي راسي، داكشي اللي كنت محرمه منه، ولكن بالعقل. فكنلقى الام ديالي وراجلها جالسين، بغينا نهضروا معاه، جلست، فكيقترحوا عليا، قال لك خوك غياخذ الباك هذا العام، وراه باغي يدخل واحد المدرسه شويه غاليه خصك تخلصي عليه. فهما ما عندهمش ميم زعما راجل الام ديالي برزقو خدام، ويعني الا كان شي كريدي ولا كان شي حاجه فولدو هو اللي خصو ياخدو، انا غير اختو. فانا قلت للام ديالي، قلت لهم بجوج، قلت لهم علاش زعما هو يعني راجل الام ديالي ما ياخدش كريدي. الام ديالي قالت لي انو تكبر عاد غيبدا يتعلق في الكريديات، وهذا انت عاد باديه، خدي كريدي، حنا ما غاديش نكروك، خوك غير وزيدوا الا خداه باه ما غاديش يرجعوا لي، اما الا خديتيه انت غيحس بك كريدي وغادي يرجعوا لك. خدي انت كريدي وخلصي عليه المدرسه، وملي يقرا ويخدم راه يرجع لك شويه بشويه. في الاول زيروا عليا مزيان، يعني نتغدى به نتعشى به، فانا ما عندي حد من غيرهم. دخلت الامر الواقع، مشيت طلبت هذاك المبلغ، يعني سلف من لابونك، عطاوه ليا، يعني باش نقول لكم بحال قلتي ثمن ديال الابارتمون ولا تقريبا. عطيت لهم هذوك الفلوس. الاخ ديالي قرا تخرج، كنتسنى خدم، حيت تبارك الله خدم دغيا، خدم عنده واحد الصالير محترم. اليوم يرجع لي فلوسي، غدا يرجع لي فلوسي، اليوم يرجع لي فلوسي، ما كاين والو. حتى واحد ما كيجبد معايا الموضوع، صافي تطوا وانا مازال كنخلص الكريدي، يعني الكريدي ما سالاش. فواحد النهار كيجي كيدخل كتقول لي الام، راه الام ديالي راه بغا خوك بغا يتزوج. انا بقيت بلا زواج لان تقدم لي واحد السيد، و انا يعني موظفه، هضرت معاه قلت لي شوف انا ما نعاونكش، انا عندي كريديات على دارنا على خويا وهذا، وما نقدرش زعما حتى شي حاجه في الدار، انت تصرف انت كلشي، ولكن انا خدامه. فما قبلش، وكنظن ما بقيتش كنعمر راسي حتى بالزواج، لان حتى شي راجل ما غيقبل واحد المراه هازه كريدي يعني على قبل دارهم، غيقول لك هذه غتبقى غير خدامه غير على دارهم، و يعني مني انا وجبت، انا ما غنبغيش واحد الراجل يخدم غير على دارهم، غيكون خدام ويقول لي صرفي انت وانا لا. للاسف جلست بقيت كنتسنى في الاخ ديالي اليوم غدا اليوم غدا حتى غيتزوج، قال لك غيتزوج. فجا عندي وقال لي خصك تعاوني معنا في العرس، وقلت له واخا العرس ما قلناش، ولكن جلس معايا نهضروا على شي حوايج، قال لي واخا. هضرت معاه قلت لي انت راه خديت واحد المبلغ راك عارف، وكنتي جالس وخديتو على قبلك باش تقرا، والوالدين ديالنا قالوا لي بلي ملي غتخدم غترجع ليا. قال لي شوفي انا ما عندي ما نرجع لك هذاك المبلغ كامل، راه خصني على الاقل نخدم واحد المده طويله باش نرجعو لك. انا هما شوفي معاهم هما، انا ما عطيتيني ما والو، هما اللي عطيتيهم، هما اللي طرحوا عليك المشكل. انا يعني والدي يكون قراوني، ما غاديش نهز داك الفلوس كامل نعطيهم لهم، غادي نعاونهم شويه، ولكن ما غاديش نرجع لهم هذاك المبلغ كامل الا كانت الوضعيه ديالي مزيانه بزاف، غادي نعطيهم. ما كانش الا كنت عادي غير موظف عادي كنشد عندي صالير مرتي عندها صالير، يلاه غنتكافاو مع انا خصني نشري دار، انا خصني نعيش مزيان، خصني نشري طوموبيل. ياك اخويا انت شري دار وشري طوموبيل وتزوج وانا نهز الكريدي. مشيت هضرت مع قالت لي يا ويلي واش انت بنيتك باقا حاسبه راسك، حنا غنرجعوك زعما قلنا غتنساي؟ اش غننسى؟ راه رزقي وعلى كتافي وكنخدم، وانا مرا بنت لي كدا زعما طفرتو، زعما انا خدامه وخدامه على والو، كنمشي نضرب تماره من الصباح حتى العشيه كل نهار، وغير الشنعه عليا بلاني انا خدامه، ما عندي فلوس في البنكه، عندي غير كريدي كنخلص فيه على من على قبل خويا دابا اللي غيتزوج وغيدير حياته وانا نبقى نخلص ليه الكا. قالت لي شوفي هاد الهضره هادي ما بقاش مازال نبغيك نسمعها، وما تقوليهاش لراجلي انا غيتقلق عليك، هذه التربيه ديالو رباك شحال من عام وكبرك
وانا يعني صراحه كبرني بزقبه. اما انا كنت كنشوف المعامله ديالو مع، علاش ما مشاش عند خوتي الاخرين وقال لهم ياخذوا كريديت مع انهم كانوا بداو يخدموا ويقري خويا الصغير؟ لا، قالها لي انا حيت ماشي بنته، انا بنت البراني. ف حسبت امر الله، حسبي الله ونعم الوكيل. خويا عرس ومشى، ودابا عنده وليد، وانا كنتحسر ومازال ما كملت، باقي لي عام ونص باش نكمل الكريدي ديالي. كنقول كنفيق كل صباح كنحسبن عليهم كاملين معاهم الام ديالي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. رزقي مشى، ولكن ما غنسمحش فيه. يعني كون قالوا لي في الاول خدي كريدي وما غنرجعوش ليه، نقدر نعاون واحد النصيب ونسمح ليه فيهم، ولكن ماشي يضحكوا عليا. حسيت براسي عرفتي مكلخه، ما غير تقت. وتقت بصراحه بيني وبينكم ما كانش عندي اختيار، يعني سواء غادي انا عارفه فين عايشه، الوسط اللي عايشه فيه، سواء كنت غندير داكشي اللي بغاو هما، سواء راه الباب. وانا ما عمرني ما كنت كنتمنى نعيش بوحدي. دابا كنتمنى ان شاء الله نكمل الكريدي ديالي وناخذ كريدي اخر وناخذ ابارتمون اخرى. الزواج ما عرفتش واش غيكون في المستقبل ولا لا، ما عرفتش، ولكن الامنيه ديالي الوحيده دابا هو ناخذ كريدي، ناخذ ابارتمون غير صغيره فيها بيت وكوزينه في المغرب، ونخرج نسكن بوحدي ونخدم ونكمل حياتي. ما بقيتش حامله نشوفهم لان الغدا خير. كيف قلت لكم بالنسبة لها مسكينة كتحس براسها أنها تعرضت للغدر من عائلتها، أنهم استغلوها واستغلوا على أساس أنها يتيمة، وبحال هما راه داروا فيها واحد الخير وخصهم يفديوه. وهذه هي حياة اليتيم. كيف ما بغى يكون أنه أي واحد كيدير فيه شي خير ولا شي حاجة كيولي يستغل هاداك الشي اللي دار فيه، تيقول كون ما كنتش انا راه بحال دابا هاد البنت تجي تهضر ولا شي حاجة، حنا اللي قريناك، كون ما كناش حنا ما توصلش لهاد المستوى بسببنا حنايا باش خدمتي. هادي هي الهضرة اللي كيسمعوا ليها اللي الوالدين اللي هما اساس ديال هاد المشكل كامل، وهما السبب انها باش هزات هاد الكريدي باش ان يقرا هاد خوها اللي هو دابا قرا ودار مستقبله ودار حياته. وهي كتحس بالشمتة، حست براسها انها تستغلات، وبقى فيها الحال، بقات فيها السنين ديال العمر اللي دازو، لانها بقات بلا زواج بلا ولاد. بقات غارقه في هذاك الكريدي اللي نتوما عارفين بان الكريدي كيضيع بنادم، كيضيعو من صحته من تفكيره من حياته. اصعب حاجه هي الكريدي. وهي مسكينه كتحس براسها انها تستغلات، وانها ضيعت بزاف، ضاع بزاف في عمرها. نتمنى ربي يعوضها، وان شاء الله يا ربي ييسر لها الامور انها دير الدويريه ديالها وتعيش فيها مستقره ومهنيه ومرتاحه، ويسهل عليها باش يولد الناس اللي يتهلا فيها وينسيها في كاع دوك المعاناة اللي عاناتهم. ونتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش التعليق ديالكم كيف ديما.